ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده مختلف. ليه؟ عشان هوريكم ازاي نعمل الفيديو ده. طيب عملته ازاي بقى؟ تعالى اوريك. بص، احنا هنحتاج برنامجين. هتقولي مش احنا شغالين على البلندر؟ هقول لك ايوه، بس هنحتاج برنامجين بس الاول. البرنامج الاول هيكون الافتر افكت، تمام، والبرنامج التاني طبعا هو بلندر. بس احنا هنحتاج بس الافتر افكت في حاجه بسيطه قوي، اللي هي التراك كاميرا. تعالوا بسرعة كده، ايه تراك كاميرا؟ تراك كاميرا اللي هو بحط الفيديو على الافتر وبقول له التراك عشان الكاميرا تبدأ، وهي بمعنى مختصر ان هي بتعمل تراك للحركات في الفيديو اللي انت حاطه. طيب هتقولي هو مش بلندر فيه تراك؟ فيه، بس هو يعني معقد. الافتر بسيط، بتقول له تراك كاميرا هو يعمل لك التراك كاميرا. هنا بقى الافتر لازم تعمل اديت في التايم لاين وتشيل الحركات الغلط والدروب اللي بيحصل. فاحنا حاليا هنشوف ازاي نعمل بالطريقه السريعه يعني، تمام، وبعد كده اوريك ازاي تعمل التراك على بلندر. طيب هتقولي بقى هنعمل ايه؟ بص، انت هتفتح الافتر عادي، هتحط الفيديو اللي انا هسيبه لك تحت في الديسكريبشن تحت، تمام. بعد ما تحط ليها، بس نشيل بس دوت عشان اوريك عملت ايه خطوه بخطوه. بص، هو هيبدا معاك في الصفحه دي، تدوس فايل، نيو، اوبن بروجكت، او بدل ما تعمل كل ده تدوس بس مرتين هنا، يعني هتدوس مرتين كده، تمام. طبعا انا حاطط الفيديو هنا، فهو ده هيظهر لك هنا. هتقوم واخده كده، تقوم حاطه هنا عشان تعمل نيو كومبوزيشن. طيب بعد ما تحط على التايم لاين هتعمل ايه؟ بص، تنزل تحت في الحته دي. بص انا بس اقرب لك شويه. تنزل تحت في الحته دي هتلاقي حاجه اسمها تراكر، تحت الكلمه بالظبط تراك كاميرا، هتدوس عليها بس. تسيبه بقى لحد ما يعمل انالايزنج للباك جراوند. لو جيت تبص هنا هتلاقيه بيعمل انالايز. لو شفت ان هو حسيت ان هو مش شغال، بص هنا لو تلاقيت فريم 3 اوف الفريمات بقى اللي موجوده، هو كده شغال. طيب خلينا كده ندردش شويه لحد ما ايه، ما يخلص. كلمه سي جي اي مختصرها 3 كلمات، اللي هي كمبيوتر جنريتد ايميج. وده بمعنى ان انت بتولد صورة حقيقية انت مصورها او واخدها من اي حتة، حلو، وبتمزجها مع الخيال. الخيال ده بقى اللي هو الخيال بتاعك، تمام. زي ايه مثلا؟ مثلا في الافلام، انت مثلا واحد شايف ديناصور قدامه فبيجري. الديناصور ده حقيقي؟ لا، دوت سي جي اي، صورة مولدة حقيقية ممزوجة مع الخيال، الخيال اللي هو الديناصور يعني او ايا كان. هو ده معنى كلمة سي جي اي بمعنى ايه، مختصر. طيب بعد ما قدرنا شوية، هو خلاص قرب يخلص التراك. طيب هو كده خلاص خلص ايه، التراك كامل. تعرف منين ان هو خلص؟ بص، لما تلاقي كده في بوينت كتيرة ديت اسمها التراك بوينتس، لو لقيتها كده بوينتس ملونة كتير في الفيديو، هو كده تمام اشتغل. طيب احنا هنعمل ايه؟ شايف اللي انا بحركه ده اللي هو التراك؟ هتحطه هنا كده في مكان الفراغ بتاع المعبد اللي هو هنا، تمام. وحاول ان انت ايه، تحطه بطريقه مظبوطه بالشكل ده. نرجع شويه هنا كده مثلا، تقوم دايس رايت كليك، كرييت سوليد اند كاميرا. هتلاقي في تراك سوليد حصل هنا او اتعمل، وبس حاول ايه تظبطه. هقول لك السوليد دوت فايدته ايه دلوقتي، بس لما نتنقل لبلندر. تقوم منزله تحت شويه، تقوم راجع تاني للفيديو، تقوم دايس هنا وتعمل بقى واحد في الفراغ هنا كده، هنا كده كرييت سوليد بالشكل ده. تقوم رايح له تقول له تعالى وتظبطه بالشكل ده. طلعه فوق بس شوية، تظبطه بالشكل ده. او تعالى نشيل عشان هو مش مظبوط كويس. نروح للفيديو، تراك، كاميرا،
احنا بس عايزين هي الحتة دي بس، فاحنا ممكن نعمل واحد كده هنا كده مثلا، تمام، ونجيبه ايه في الجنب هنا، ونظبطه بس كده شوية، ونظبط الحتة دي. بس هو ده كل اللي انا عايزه. طيب كده احنا خلاص خلصنا في الافتر افكتس. تعالى بقى نروح لبلندر. طيب بعد ما جينا لبلندر، في اداة لازم تضيفها للبرنامج. ايه هي؟ حاجة اسمها AE to blend، اللي هو ال AD اللي هو ال EE ال AE اللي هو الافتر افكت to blend. تمام، اللي هو يعني تاخد مثلا التراك كوبي، تقوم حطه كرييت كاميرا، يقوم عاملها لك في بلندر. ف بتروح عند edit preference add-ons، بتدوس هنا فوق هنا، بس اقرب لك شويه، تدوس هنا install from disk downloads، هتلاقينا حاططها لك طبعا تحت فين في الديسكريبشن. تبدا ان انت تدور 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 عليها. هنعمل هنا ايه اي اللي هي دي انستول. طبعا هو بيقول لي هنا ان هي اصلا موجوده، فانت لما هتعملها هتلاقيها مش عامله تشيك، تعملها تشيك وتقفل. خلاص كده اشتغل. طيب هنعمل ايه بقى؟ تقوم رايح عند الافتر، شايف الكاميرا دي في سهم جنبها، طيب تلاقي في حاجه كلمه اسمها ترانسفورم، تنزل تحت تعمل كوبي للبوزيشن، حلو، والاورينتيشن، تاخدهم كنترول سي عادي، تعمل كنترول سي، وتقوم رايح لبلندر، تنزل تحت كرييت كاميرا، هتلاقي في حاجه اتضافت عندك هنا، تقوم دايس على الكاميرا، هتلاقي الكاميرا فين تتحرك. طبعا الحركه بتاعت الفيديو. تمام، طبعا هو هنا ايه زود فريمات، فانت هتزود لحد هنا كده مثلا، هنا، وتخليه ان هو لو جيت تعمل زوم كده هتلاقيه بادئ من عند زيرو، فانت هتخليها قدام كده شويه، تبدا من عند واحد. تمام. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ هتقوم رايح تاني الافتر افكت، وتروح للسوليد اللي احنا حاطينه هنا في النص، وتعمل سيلكت على اول 4. تمام، دوس كنترول سي كرييت بلان، هتلاقيه عمل معاك هنا كده بلان. طيب تعمل ايه بقى بعد كده؟ هتقولي بس هنا مش شبه هنا، وانا هقول لك دلوقتي. بص، هتروح للكاميرا، هتروح هنا للكاميرا او للداتا بروبرتيز بتاعت الكاميرا، هتفتحها. حلو، هتلاقي عندك هنا الفوكال لينس. الفوكال لينس في بلندر هتلاقيه غير الفوكال لينس اللي هنا في الكاميرا، فلازم نجيب الفوكال لينس بتاعت الكاميرا اللي في الافتر. فهتروح للتراكر كاميرا، تدوس عليها مرتين، هتلاقيه جايب لك ان الفوكال لينس 22.1، فهتاخده كوبي، وتقوم رايح لبلندر، تقوم عامله هنا بس، هتلاقيه عمل لك الفوكال لينس بتاعت الكاميرا اللي هنا. طيب تعمل ايه بعد كده؟ هتقوم رايح للافتر، عايزين بقى ناخد ده، بس هو تعالوا نشيله ونعمل واحد تاني عشان هو شكله مش ظريف، مش هيظبط اصلا. تعالوا نروح للفيديو هنا، تراك كاميرا، بص هنا، تعالوا نعمله بطريقة كويسة شوية. لكن لو قربنا عدنا شوية هنا، طيب تقوم بقى راجع تاني للافتر، وناخد التراك سوليد رقم 1، تسلك على اول 4، كنترول سي، وكرييت بلان. طبعا احنا بقى ممكن نعدل عليه براحتنا، عشان كده قلت لك عادي سيبه، فممكن احنا بقى نظبطه كده بالشكل ده. طبعا احنا لسه هنحط المعدن، بس اللي انا كل محتاجه من الافتر. بص بقى، ندخل بس من الايديت مود، نروح فين بقى؟ نقوم رايحين للكاميرا هنا كده. تمام تمام. بعد ما تروح للكاميرا باك جراوند ايمج، هتشغل اد ايمج، موفي كليب، اوبن، هتحط بقى الفيديو اللي هو على الافتر،
اللي هو فين ادي اف اكس شيبسي اف اهو اوبن كليب، هتلاقيه اتحط معاك عادي. لو جيت بقى تشغل هتلاقي ان الكاميرا ماشية مع الحركة بتاعة الفيديو عشان يبان ان هو واقعي. طيب تعمل ايه بقى بعد كده؟ بص، في حاجة هنا اسمها الاوبازيتي هتخليها على الاخر. تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ تبدأ بقى ان احنا نظبط الدنيا. بس تعالى نروح هنا للفيو بورت، لو جيت مش هتلاقي حاجة موجودة، فتعمل ايه؟ تقوم رايح عند ريندر، تنزل تحت حاجة اسمها ايه؟ فيلم ترانسبيرنت، هتلاقي الصورة عندك اشتغل. طيب تعمل ايه بعد كده بقى؟ بص، هنبدأ بقى نعمل دي البوابة اللي بيخرج منها كيس الشيبسي. طبعا الجزء دوت هيبقى جزئين، هوريك ازاي نعمل بس المعبد الأول، وفي الجزء التاني يعني نحط بقى الشيبسي والحركات بقى والشقلباظات، ونحط الشيبسي وهو بيطير الكلام ده. طيب بص بقى، تقوم دايس اس اكس. قبل بس ما ابدأ تعالوا نشغل السكرين كيز عشان تعرفوا انا بعمل ايه بالظبط. طيب بصوا بقى، تقوم دايس اس اكس وتبدأ ان انت تظبطه بالشكل ده. تمام. تقوم رايح للايديت مود، بس خليه كده شويه بحيث انه هيكون ايه بين المعبد بالظبط، وتبدا ان انت تظبطه من الجزء اللي هنا ده، يعني تنزله تحت تجيبه على الجنب. رايح للايديت مود نمبر 1 جي اكس مرتين، تقوم جايبه هنا كده جي اكس مرتين، تدوس اكس مرتين، عامله كده حلو، وتبدا ان انت تظبطه بحيث ان هو يكون كده. بس لو عايز تخليه دقيق بالظبط ممكن تخليه عادي زي ما هو، يعني من غير ما تعمل كل ده. ممكن مثلا ننزل ده تحت شوية جي اكس مرتين، ونجيب ده هنا كده. تمام. ممكن بقى ندوس اس اكس مرتين ونخليه بالشكل ده كده. طيب بعد ما عملنا كده نعمل ايه؟ تروح بقى للفيس مود وتعمل سيلكت هنا، وتدوس اي، وتعالى بس إيه نخرج من الكاميرا عشان ابقى عارف انا بعمل ايه. طبعا هتلاقيه شكله غريب عشان بس احنا في الكاميرا بيبقى مظبوط. طيب تقوم دايس اي وتبدأ، انا عايزه يرجع ورا، ايوه كده بالظبط. تمام. وتقوم جاي هنا تخرج من الايديت مود كنترول اي سكيل، تعمل ابلاي للسكيل وتدوس ار، وبعد كده تدوس اي واي وترجع بالشكل ده. نرجع تاني. طبعا هو مفيش حاجة باينة عشان انا، تعالوا نشغل ده وكده باين. تعالوا نعمله سايكل و جي بي يو دينويزنج. وبص بقى الحركة، انا بحب اوي الحركة دي مش ترافيك عندي. بص، عشان تخلي الفيديو شكله حقيقي اكتر تعمل ايه؟ تروح بص للريندر بروبرتيز، تنزل تحت خالص، تعالى نقرب شويه، حاجه اسمها color مانجمنت، تنزل تحت هتلاقي عملك الفيو ترانسفورم الاي جي اكس. طيب بمعنى مختصر كده الاي جي اكس دوت معناه ان هو فلتر. فلتر لون احترافي، يعني بيخلي الالوان تبقى موزونه، تبقى في الريندر بتطلع شبه اللي هو ايه، زي بتقول كده بتشوف في السينما، بتبقى واقعيه اكتر، موزونه اكتر، في الملامح فيها بتبان اكتر. مثلا لو في مثلا صوره حطيتها في بلندر، فيديو مثلا، في الالوان فاقعه قوي والاضاءه فاقعه قوي، هو بقى بيبدا ايه يوزنها ويخليها واقعيه اكتر، ويقول لك الاضاءه ديت، وبيبين الالوان الحقيقيه مش بيلعب في الالوان. ده بمعنى الاي جي اكس. بس يعني ايه احنا مش هنستخدم ايه بقى؟ بص، هنستخدم حاجه اسمها كرونوس بي بي ار نيوترال دوت. بيعمل ايه؟ بيعمل عكس الاي جي اكس، بيخلي الالوان حياديه، بيخلي لك بيبالغ في الحاجه، بيبالغ لك في الالوان، بيبالغ لك في الاضاءات، بس مش بيبالغ قوي يعني.
ان عندك هنا مثلا اللوك انت عايزه يبقى ازاي، يعني عايز اللي يبقى ميديم مثلا، عايز الاضاءة تبقى ميديم، هاي، هاي جدا، فيري فيري هاي. فشايف انا كل ما باجي ازود يقوم هو ايه مزود. فانا بالنسبه لي بفضل ده اكتر لانه بيطلع الحاجه بتبقى، بحب انها تبقى مبالغ فيها شويه. لكن لو انت عايزه يبقى يطلع سينمائي وواقعي اكتر فتختار الاي جي اكس، مع اني حاسه بيبقى بهتان شويه. طيب الاي اكس دوت يعني ان انت ايه، يعني بمعنى مختصر يعني، ان انت لما تخلص الفيديو خالص هتقوم حاطه وتعمل انت بقى الالوان وتظبط. انما الاختيار دوت انت بس بتبدأ او هو اللي بيعمل لك كل حاجة. تمام، فانا بختار يعني. طيب خلينا بقى نكمل. هتختار البوابة اللي احنا لسه عاملينها ديت، بس نخلي الجزء ده. بص تقوم عامل سيلكت هنا كده على الفيس اللي ورا ده، تقوم دايس جي زد مرة واحدة وتنزل بيه لتحت شوية كده. تمام، عشان يعني يبقى واقعي اكتر. طيب تعمل ايه بعد كده؟ ده كده خلاص، كده البوابة دي خلصت. تعالوا بقى نعمل الارض. احنا ممكن ندوس ار اكس مرة واحدة، تبدأ ان انت ايه تخليها كده. يعني بس نرجع هنا، ار اكس، ار زد، نروح للايديت مود، تنزل هنا شوية، هنا شوية، تعمل بس الجزء ده لحد هنا كده، لحد هنا كده، ظبط يعني لحد هنا. وتقوم رايح هنا وتدوس اي وتطلع، تدوس واي وتطلع كده ايه لحد فوق هنا، وتروح دايس 1 وتظبط هنا تاني بالشكل ده كده. تمام تمام. طبعا الاجزاء دي يعني ايه ممكن نعملها كده، يعني كده مثلا جي اكس اي اكس، وتبدأ انت تعملها كده. تمام. طيب تعالوا بقى نعمل الاجزاء دي مش محتاج نعملها على الافتر، دي نعملها عادي ونربطه بالثابت. تمام، فندوس كنترول ايه كيوب. طبعا لو ما لقيتوش الكيوب طلع، تدوس شيفت رايت كليك تحط السنتر بوينت هنا، شيفت ايه كيوب اللي هو عمل ار اكس. تبدأ ان انت بقى ايه تظبطه كده بحيث الابعاد بتاعت الصورة اللي هو موجود عندك. ار اكس، دوس 3 واي، تنزل بيه لتحت بالشكل ده وتكبره بس شوية، تيجي بيه لحد هنا كده، تطلع بيه فوق شوية بالشكل ده، وتدوس اد شيفت دي وتقوم حاطه الناحية التانية، و ار اكس ار زد، وتنزل هنا تحت اي الت زد وجي، تنزل لتحت بالشكل ده كده. تمام، تقوم واخدهم هما الاتنين شيفت على الجراوند، وتدوس كنترول بي اوبجكت كيب ترانسفورم عشان يبقوا مربوطين بيه عشان ما يتحركوش يعني. تمام. طيب هتقولي بقى احنا مش عايزين دوت يبان، يعني مش عايزين الارض دي تبان، فتعمل ايه؟ هتعمل حاجه بسيطه خالص خالص جدا. بص بقى، تقوم دايس هنا على الجراوند دي اللي احنا لسه عاملينها. تمام، وتروح هنا اوبجكت فيزيبيليتي شادو، تدوس هنا برضو شادو بس. تمام، هو كده مش هيبان، احنا بس عايزينه بس عشان لما تيجي رقائق الشيبسي لما تيجي تعمل بوش كده من البوابة، تلاقي بس حاجة ايه تبقى فيه ريل تكون تقع كده عليه. فاهم؟ ممكن ننزل دي بس تحت ايه شوية بالشكل ده كده. تمام تمام. طيب بقى نعمل البوابة بالمرة. حلو، احنا خلاص خلصنا.
بص بقى، عشان تعمل بوابة هتروح للإيديت مود، تدوس رقم 2، تدوس الت وتعمل سيلكت على أحرف البوابة دي كده بالظبط. تمام، تقوم دايس اف. بعد ما تدوس اف بي سيلكشن هتلاقيه عمل لك الجزء ده كده ايه لوحده. تمام، تقوم عامل ايه، رايح للإيديت مود فيه وتدوس اي واي وتطلع لقدام، تقوم مرجعه ايه لورا بالشكل. بس دي كده البوابة. طيب بعد ما عملنا البوابة، تعالوا بالمرة ايه نحركها ازاي. بص، هتقوم دايس عليها كليك كده وتدوس اي عند اول فريم، تقوم متقدم قدام لحد مثلا فريم 80 او 40 او على حسب الوقت اللي انت عايز يطلع فيه الشيبسي. تمام، فانا مثلا هنا في الدقيقة التالتة، في الدقيقة التالتة ايه، في التلات ثواني كده، اول 3 ثواني تقوم دايس ايه جي زد وتنزل بيها لتحت، تلاقيه طلعت قدام عادي متخافش، وتدوس اي، تقوم تدوس جي واي ترجعها لورا بالشكل ده، وتدوس اي تاني مثلا كده نشغل. تمام، تمام كده احنا عملنا ايه. وبس دوت كان الجزء الاول من ازاي تعمل اعلان سي جي اي في بلندر. متنساش بقى اللايك والسبسكرايب. كان معكم يوسف من قناة بلنت 8 وسلام.